اهلا بيكم في كايرو جاردن. النهارده هقولك ازاي تحول اي شالية قديمة عندك لأرض ممكن تزرع فيها او لشالية ممكن تزرع فيها. الشالية دي انا كنت زارع فيها من فترة ريحان. دلوقتي هي شكلها محتاجة اكل، ما ينفعش تزرع فيها على طول، لازم تريحها الاول، لازم تظبط الارض الاول قبل ما تزرع فيها تاني. تظبطها ازاي؟ في الاول انت محتاج يكون معاك كومبوست ده اختار حاجة عضوية، يعني في مصر كذا نوع، زي النيل ده من احسن الانواع. في طبعا انواع كتيرة جدا، بس بلاش الانواع اللي بيبقى فيها بذور. كل ما تجيب نوع انضف بتلاقيه اسود وما فيهوش شوائب زي بذور زي حشايش، فبتجيب كمية طبعا زي وبتمزجها مع الشالية اللي موجودة، تمام، لغاية لما الملمس يبقى قوي، ما يبقاش عامل زي الرملة. ممكن تعمل ده مرة او مرتين وتحاول تشيل اي جذور او اي طوب او اي خشب موجود في الشالية، جذور زي كده، اي حاجة قديمة بتشيلها عشان طبعا تقدر تبقى تربة كويسة وسهلة للنباتات الجديدة او للبذور ان هي تطلع بسهولة من غير اي مشاكل. ممكن تحط مرتين او ممكن تحط 3 مرات، طبعا ده على حسب حجم الشالية اللي عندك. ليه بنحط الكومبوست؟ بنحط الكومبوست علشان التربة زي برضو البني ادم بالظبط بيحتاج اكل، والاكل ده بيبقى موجود في الكومبوست. الكومبوست ده بيبقى بواقي نباتات او بواقي زرع، وطبعا بواقي الزرع دي بيبقى فيها طبعا غذاء للنبات زي السماد العضوي كده بالظبط. شكرا واشوفكم في الحلقة اللي جاية من كايرو جاردن. ما تنساش تلايك الفيديو وتعمل سبسكرايب.